لو ابنك حركي ومش بيقعد على بعضه او بيزهق من المذاكره وتركيزه ضعيف، تعالي بقولك الزيتونه. الفكره ان مخنا عباره عن فصين، فص يمين مسؤول عن الابداع والخيال والعاطفه، وفص شمال مسؤول عن المنطق والتفكير والارقام. للاسف نظام التعليم التقليدي بيركز على الفص بتاع المنطق بس، وبينسى بقى الفص التاني بتاع الخيال والعاطفه. وعشان كده ولادنا بيزهقوا بسرعه وبيحسوا بالملل والارهاق، لان الاداء الدراسي بيكون في اعلى كفاءه ليه لما الفصين يشتغلوا مع بعض. تعالى اقول لك على تمرين كنز وممتاز للاطفال الحركيه واللي تركيزهم ضعيف كمان، لانه بيشغل فصين الدماغ مع بعض ويخلي الدماغ تصحصح كده. تمرين سحري اسمه الرسم بالايدين مع بعض. هاتي قلمين وخليه يمسك قلم في كل ايد، وعلى ورقه يرسم دايره في نفس الوقت بالايدين الاتنين مع بعض. في ورق كتير مجاني على النت على مستويات اكبر برضو بيشغل فصين الدماغ مع بعض. لو ابنك بيزهق بسرعه وما بيركزش كويس، اكتبي كلمه تركيز في الكومنتات وهبعتلك لينكات كتير علشان تساعد ان هو يشغل فصين الدماغ مع بعض.